معانا من قطر الناقد الرياضي بجريدة الشرق القطرية الأستاذ جابر أبو النجا. مساء الأنوار يا أستاذ جابر. مساء الأنوار يا كابتن مدحت، ومساء الأنوار على الكابتن عصام. أهلا كابتن. يا أهلا وسهلا. ادينا الانفراد يا كابتن. كابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق ونادي الزمالك سابقا، مدربا للأحلام العربوية، النادي العربي القطري. النادي العربي القطري. خلفا للمدرب الفرنسي بيير لوشاند بعد انتهاء الجولة الثالثة من الدوري القطري. طيب مين الجهاز اللي معاه؟ ونقول لي الأول قبل ما أسألك في تفاصيل أخرى. لا، هو لسه لم يتم الإعلان عنه، ولكن معروف في الأندية القطرية أنها بتدي جميع الصلاحيات للمدرب المسؤول أن يختار الجهاز المعاون، سواء من داخل النادي أو من خارج النادي أو من بلد اللي هو جاي منه. طيب السؤال الثاني، بعد الجولة الثالثة، بما يعني أن الثلاث جولات اللي فاتت بتاعت المدرب الفرنسي كانت فاشلة للغاية ولا ترقى لأحلام وطموحات جماهير النادي العربي. أو أحب أقول لحضرتك أن النادي العربي جماهيره هي الشعبية الأولى، هي ونادي الريان. أنا عارف. النتائج ما جايتش على قدر الطموح. اتعادل مباراتين وخسر مباراة، خسر أمام السد 3-1 وتعادل مع الخور 1-1 وبنفس النتيجة تعادل مع الغراف. مدة العدد دي يا أستاذ جابر؟ موسم يا فندم. موسم واحد. أيوه. هل قدرتم تتوصلوا لقيمة العقد؟ لا، دي أمور ما بيتمش النقاش فيها أو ما بيتمش الإفصاح عنها. يعني غير معلنة. لا لا لا، غير معلنة. أتصور بل ربما أصل حد التأكد إنه الكابتن أحمد سليمان هيبقى هو مدرب حراس المرمى، ده أكيد. ده أكيد مليون في المية. ما هو الكابتن حسن شحاتة يبقى الكابتن أحمد سليمان. اوكي، بالظبط كده بالظبط كده. طيب هل حابب تقول حاجة تانية في المنطقة دي؟ لا، هو هيقابل الكابتن حسن مجهود كبير، لأن النادي العربي منذ فترة هو بعيد عن منصات التتويج، وهو نادي بطولات، وبيضم محترفين جيدين، منهم 2 مغاربة، يوسف حجي وحسين خرجة، وجزائري خوخي بوعلام، وبيضم لعيبه من المنتخب الوطني القطري. ومعروف ان النادي العربي بيمد المنتخب بالقوام الاساسي ليه التملي، وهو الممول الاساسي للانديه الاخرى كمان. يعني العديد من الانديه بتستعين بلاعيبه النادي العربي. جميل. وهو هيكون مش المدرب العربي الوحيد في الدوري القطري، في حسين عموته مدرب نادي السد، مدرب مغربي. وده بيدل ان الكره القطريه ابتدت تميل للمدربين العرب في الاونه الاخيره. يلا يا رب، يعني يبقى ده فتح سوق يعني. طب اخيرا، هيبدا من امتى الكابتن حسن؟ بمجرد وصوله للدوحه. يعني امتى؟ بكره بعده؟ 48 او في خلال 48 ساعه. في خلال 48 ساعه ان شاء الله. اشكرك يا استاذ جابر، اشكرك شكرا جزيلا. اذا الكابتن حسن شحاتة مدربا للنادي العربي القطري صاحب الشعبيه الكبيره. مفاجاه ولا امر يعني كان لا طبيعي. هو طبعا الانديه القطريه والدوري القطري حاليا دوري بيضم لاعبين محترفين على مستوى عالي، مدربين كبار جدا بيتولوا تدريب منتخبات اوروبيه ايضا. فيعني كابتن حسن شحاتة واحد من المدربين الكبار دلوقتي، اسمه على مستوى العالم. فاعتقد انه يعني مكسب للنادي العربي التعاقد مع الكابتن حسن شحاتة، وان شاء الله يثبت جدارته في الدوري القطري، لانه يعني حسن شحاتة من المدربين اللي احنا بنعتز بيهم. انت اللي وليته امر المنتخب الوطني. طبعا لما كنت رئيس الاتحاد. ده صحيح، لانه هو اصله المدرب اساسا المعارف التدريبيه يعني متشابهه. نعم. النواحي الفنيه يعني كلنا بنتكلم فيها وكلنا بنحلل، لكن هي مساله شخصيه المدرب والقياده، الليدرشيب بتاعته للفريق. حسن عنده الملكه دي، ويعني خصوصا لما هيبقى مع فرقه بيقدر يتفاهم معاها. يعني انا ما كنتش مستبشر خير بانه لما يجي له عروض اذا كان نيجيريا اظن او منتخبات هتحتاج للغه ومترجم، لكن هو التواصل المباشر يستطيع انه بالتواصل المباشر مع فريق النادي العربي انه ان شاء الله يحقق نتائج تشرف الكره المصريه. ان شاء الله.